اليوم كما شفتوا كنحضروا واحد عرس فني وثقافي بامتياز بمناسبه ذكرى 68 تاسيس الجمعيه. لاميج هي جمعيه وطنيه لها مجموعه من الفروع والجهات، لها قيم ديالها، مبادئ ديالها اللي كتعنى بالطفوله وكذلك كتعنى بالشباب وقضايا الاجتماعيه. اليوم حاولنا من خلال هذه الذكرى 68 نوعد من الجمعيه على اننا نكونوا بواحد الحفل فني واللي كيصار في المسجد الوطني. الحفل الفني كما شفتوا كان واحد الشريط متميز اللي كيهضر على الطفوله المغربيه والانشطه اللي كدار مع اطفال في وضعيه صعبه ولا ظاهره التسول ولا اطفال في وضعيه اعاقه ولا محاربه زواج القاصرات وكذلك محاربه كل اشكال العنف اللي كيتعرض ليه الطفل. لهذا اليوم خلال الحفل الفني اللي كان فيه عبد العالي انوار ومجموعه السهام كجمعيه او مجموعه جاده، كانت القضيه الفلسطينيه في الموضوع بالاضافه للقضيه الوطنيه للصحراء المغربيه. اليوم كنقول لجميع الشابات والشباب ان لاميج متميزه جدا وبخير وعلى خير، وطريقها مستمر مع الرواد القدامى، كما كان توقيع كتاب حول ذاكره سي محمد الحيحي اللي طبعا الحال مع الاخوان ديال حلقه سي محمد الحيحي اللي كان كتاب. كنشكر جمال المحافظ والاخوان اللي معه، كنشكر كل من اسس هذا الفضاء كذلك بالفنون التشكيليه كمعرض متميز. اخيرا شكرا للاعلام اللي حضر معنا، شكرا للمتطوعات المتطوعين للعمل الجمعوي الميداني في المغرب قاطبه. انا مسرور لحضوري في هذا الحفل البهيج لواحد الجمعيه، واحد المنظومه انسانيه ثقافيه جمعويه. مهم جدا انك تعرف ان المغرب عنده شباب طموح، عنده شباب عنده افكار نبيله، عنده افكار هائله جدا. والدليل على ذلك واحد من ابناء لاميج اللي هو امين نسور اللي خلد سميته في جميع المحافل العربيه والاوروبيه والافريقيه. فمن كون الا فخور بحضوري في هذا الحفل الباهج، وانا كنعتبر راسي انا من لاميج. الا قبلوا عليا انا معاهم وكنحبهم وكنحترمهم. تحياتي للاميج. نحن اليوم في الذكرى 68 لتأسيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، الجمعية الرائدة في العمل التربوي والجمعوي والثقافي والاجتماعي. 68 سنة من النضال التربوي، 68 سنة أيضا من الاشتغال مع الشباب والطفولة وقضايا المرأة وعلى قضايا المرأة. إذن هو احتفاء بطعم التأسيس، احتفاء أيضا بطعم الوفاء لمجموعة من الأسماء، سواء اللي غادرونا الى دار البقاء من المؤسسين او اللي باقيين عايشين الله يطول في عمرهم. وكنتمناو الاستمراريه دائما للجمعيه، لان الجمعيه صراحه تشتغل في اكثر من صعيد ولها فروع متعدده على مستوى الوطني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب المغربي. فهنيئا لنا بهذه الجمعيه وهنيئا لنا بهذه الاستمراريه ايضا، ونتمنى دائما ان يوفقنا الله من اجل ان نبني الوطن ونبني الشباب. تشرفت مجموعه السهام هذه الامسيه بالمشاركه في الذكرى 68 لتاسيس الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه. هذه الجمعيه العتيده التي اعطت الكثير من الشباب واعطت المناضلين واعطت يعني من كل فن طراف. جمعيه لها طاقات وابداعات كبيره وكثيره جدا، ولها الفضل على المجتمع المغربي في التاطير والتنشيط. مجموعه السهام شاركت هذه الامسيه تضامنيه كذلك مع الشعب الفلسطيني ومع مجاهدي غزه بقطاعها المعهوده وقطاعها المعروفه عند الجمهور المغربي، لان مجموعه السهام واكبت القضيه الفلسطينيه منذ بدايتها على طيله 45 سنه مضت. ودائما مجموعه السهام واقفه الى جانب الانسان العربي اينما كان، وجميع القضايا الانسانيه على راسها القضيه العربيه والقضيه الفلسطينيه وكذلك القضيه الوطنيه الاولى، قضيه الصحراء المغربيه بطبيعه الحال. مجموعة السهام فخورة بأن تشارك إلى جانب فنانين ومع فنانين وأطر شبابية وأطر أطرت هذا التكتل الشبابي العتيد. شاركت بأعمالها وأتمنى دائما أن تبقى ملتصقة بهذا النهج بهذا النمط، لأن في هذا اللون وفي هذا الغناء ارتباط كثير بالشباب وارتباط كثير بالحركة الشبابية والنضالية في المغرب. تحياتي لكل الذين سهروا على إنجاح هذه التظاهرة، وتحياتي لكل الذين حضروا، وتحياتي لتاريخ مجموعة السهام ولتاريخ المجموعات المناضلة التي تعطينا أعمال جادة، تعطينا أعمال في مستوى الإنسان المغربي المثقف
في مستوى المغرب، العمق المغربي الزاخر بالتقاليد والثقافات الكبيرة والغنية جدا.